السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي أحسن حال. لايك وشير للفيديو الحلو الجميل ده. يلا زي ما انتم شايفين كده بلمينا بواقي التلاجة، مش هنرمي أي حاجة. ده كان بتنجان كده كنا مقطعينه ناكله أخضر وفضل منه ده، وكمان الكام قرن فلفل دول دبلانين زي ما انتم شايفين، بس مش خسرانين، مش هنرميهم. يعني هم عشان دبلوا هنرميهم؟ لا مش هنرميهم، هنستفاد بيهم. هنعمل بيهم أحلى طبقة كده وهتشوفوه بسم الله ما شاء الله. يعني أي حاجة عندِك طالما مش خسرانة ما ترميهاش، حتى لو دبلانة. البطاطس ديّة كانت باقية من اليوم اللي قبله، فكنت حاطاها في التلاجة، قُلت أصفّرها كده بس في الزيت، مش هاحمّرها أوي، تاخد بس تصفيرة كده، وكمان عشان تسخن، عشان أعرف إن أنا أدهكها يعني وكده. اللهم صل على النبي، هاصفّرها بس لون بسيط، من ناحية إن هي تسخن، ومن ناحية كمان إن هي التصفيرة ديّة أو اللون التسخينة في الزيت ديّة بتدّيها طعم حلو. باقلّبها كده بس يا دوبك، أنا عايزاها بس تاخد لون بسيط كده، مش عايزاها إن هي تتحمّر، لأ لون بسيط كده، وهاطلّعها بقى كده وهندهكها كده معانا في الطبق، وهنشوف هنحط لها إيه. زي ما أنتِ شايفة كده دهكتها كده بالشوكة، وحطيت عليها معلقة من السمنة الفلاحي، وبسم الله ما شاء الله هاحط لها بقى كده قرن من الفلفل ده بارد، لو عندِك حامي حُطّي زي ما أنتِ حابة تحطّي. حطيت شوية من الكمون، شوية من الكزبرة الناشفة، وسِنّة صغيّرة كده من الشطة على حسب ما أنتِ حابة، ودهكتها كده. طبعًا إحنا بنلِم الحاجات اللي موجودة عندنا، يعني دي كنت هاسيبها أعمل بيها إيه، ما ينفعش إن إحنا نرمي أي حاجة. وكمان الفلفل اللي أنا كان عندي ده دبلان بس مش خسران ما ارميهوش. كده تمام. البطاطس بتاعتي بقى هاركنها كده على جنب، وهنشوف هنعمل إيه. كده بقى أحلى طبق أهوّة. والفلفل والبتنجان بتاعنا كمان حمّرناه، عامل معانا طبق حلو أهوّة. عمل طبق والّا ما عملش؟ عمل أحلى طبق بتنجان وفلفل، بسم الله ما شاء الله. هنحمّر البطاطس التانية ديّة، أنا عملت ديّة ليه؟ علشان الطبق الأولاني ده مش هيكفّي، فعملت ديّة تزويدة يعني. معايا هنا كمان زيتون، ومعايا هنا الخضار بتاعي فجل وجرجير، وبسم الله ما شاء الله. وكمان بعتّ جِبت ب5 جنيه عجينة طعمية، وعلشان كانت عندي وكده مركونة يعني، جِبتها ركنتها، ما عملتهاش على طول، حطيت لها معلقة صغيرة كده من الكربوناتو بتاع الطعمية وقلّبتها. والحلو ده بقى كنت عاملاه، بس بصراحة ما صوّرتوش لإن بنتي كانت في الدرس، وما لقيتش حد يصوّر الرقاق الجميل ده. أنا عملته قبل كده على القناة، وإن شاء الله أعمله لكم. أنا عاملاه في الفرن البلدي، الفرن الفلاحي، بسم الله ما شاء الله. شايفين الطراوة وشايفين الجمال، حاجة كده زي العسل وطعمه زي العسل. بصراحة طعمه جميل. اللهم صل على النبي. عملنا كده البطاطس المدفوكة، وكمان عملنا البطاطس الصوابع، وبسم الله ما شاء الله حاجة زي العسل. شايفين الجمال والحلاوة؟ أحلى شوية رقاق. معانا فاضل إيه بقى؟ هنحمّر الطعمية بتاعتنا، حطيت لها المعلقة الصغيّرة من الكربوناتو علشان خاطر تنفش معايا وتبقى معايا زي ما أنتِ شايفة كده، لإن هي ما شاء الله شوية الكربوناتو دُولة بيخلّوها حلوة. هي طبعًا الراجل بيبقى حاطط عليها كربوناتو، بس عشان هي اتركنت عندي فترة، فلمّا تحُط لها شوية كربوناتو كمان بيخلّيها نافشة زي ما أنتِ شايفة كده، وقابة زي ما أنتِ شايفة كده على الزيت إزاي، وما بتشربش زيت ولا أي حاجة. بسم الله ما شاء الله. تاخد اللون الحلو ده كده، ونطلّعها بقى من الزيت ونحط غيره. وما شاء الله أحلى غدا ده والّا مش أحلى غدا، بحاجات موجودة عندِك في البيت، حاجات متوفّرة عندِك، هتعملي الغدا الجميل ده. مش شرط كل يوم لحمة وسمك وفراخ، طبعًا الأسعار غالية، ومش هينفع إن إحنا كل يوم نُقف هنقول هناكل إيه وهنشرب إيه، مرّة كده ومرّة كده وهتعدّي وهتبقى زي الفل إن شاء الله. بس ربنا يديمها علينا نعمة ويحفظها من الزوال، ويصلح حالنا وحالكم ويريّح بالنا وبالكم، ويبارك لكم في كل حبايبكم، اللهم آمين يا رب العالمين. وما تنسوناش في لايك وشير لو وصلتوا معانا لحد هنا، ربنا يبارك لي في عمركم، أحسن أخوات في الدنيا كلّها، ما تحرمش منكم أبدًا يا رب. كده بقى حمّرنا الطعمية بتاعتنا، وما شاء الله أخدت اللون الحلو ده. هنشوف بقى كده الأكل بتاعنا ما شاء الله، الرقاق الجميل، الرقاق الفلاحي اللي في الفرن الفلاحي، الفرن البلدي، ما شاء الله طري وجميل وزي العسل، حاجة كده زي الفل بسم الله ما شاء الله. إن شاء الله هاعمله معاكم في الفرن الفلاحي. أنا كنت عملته قبل كده في فيديو على القناة، بس كان في الفرن الغاز. شايفين الطعمية بتاعتنا الجميلة ديّة، لو أنتِ بتشتري ب5 جنيه طعمية مش هيدّيكِ الكمية ديّة. وأدي البطاطس بتاعتنا، وأدي البتنجان والفلفل اللي إحنا كنا مستقليين بيهم، عملوا معانا أحلى طبق. وكمان الفول الأخضر الحراتي والخضار بتاعنا، وأكلة ربنا يديمها نعمة ويحفظها من الزوال يا رب. حاجة كده زي الفل، حاجة حرشة، حاجة تفتح النِفس. واترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.